في رحلتنا في البحث عن رواد المسرح المصري، كل هدفنا إننا نرد الاعتبار وبعض الحق لرواد المسرح اللي ما أخدوش حقهم من الشهرة والتقدير. حبينا نقول لهم شكرا على مجهوداتكم وعلى الدور اللي قمتوا بيه في سبيل نهضة المسرح المصري. أسماء كتيرة صادفتنا، لكن احنا النهاردة بصدد الحديث عن أحد هؤلاء الرواد اللي دوره ما اقتصرش على التمثيل فقط، وإنما على الإخراج والترجمة، وده نتيجة لإجادته التامة للغة الفرنسية. شخصيتي اليوم هي الرائد المسرحي الكبير إدموند تويما. هو يوسف أدموند سليم تويما اتولد في مصر في أسرة تعود أصولها إلى لبنان. والده ألحقه بمدرسة الليسي الفرنسية، ولذلك أجاد اللغة الفرنسية إجادة تامة، لدرجة أنه كان بيكتب أدواره في المسرح باللغة الفرنسية، وده أثر على اللكنة اللي بيتكلم بيها. عارفة أن انتوا هتسألوا وتقولوا مين هو أدموند تويما؟ هو نتيجة لملامحه وطريقته في الكلام تخصص في أدوار معينة. يعني مثلا تقدر تشوفه في فيلم العتبة الخضراء وهو قايم بدور الجواهرجي اللي أحمد مظهر نصب عليه، وهو أيضا المترو دوتيل في فيلم حكاية حب مع عبد الحليم حافظ، وأخيرا هو مدرس اللغة الفرنسية اللي كان بيدرس لبنت المأمور في فيلم دعاء الكروان. متهيألي كده أنا قربت لكم الشخصية وعرفتكم مين هو أدموند تويما. عمل في بداية حياته في فرقة رمسيس في الإدارة المسرحية وليس في التمثيل على خشبة المسرح. وقتها شكل يوسف وهبي لجنة خاصة مهمتها التأليف والترجمة من النصوص العالمية، وكان من الطبيعي أن أدموند تويما يكون من أبرز أعضائها. كان أيضا يهوى السفر إلى فرنسا متجولا بين الفرق للاطلاع على أحدث العروض المسرحية هناك. يعود بعدها إلى فرقة رمسيس محملا بالنصوص والفودفيلات الجديدة التي يتولى ترجمتها وتمصيرها لإعادة عرضها على خشبة مسرح رمسيس. واستمر الوضع هكذا حتى أنشأت الدولة الفرقة القومية عام 1935، فانضم إليها في قسم الترجمة أيضا. ولم يكن أثر أدموند تويما في السينما يقل عن دوره في المسرح، خصوصا في أعمال الترجمة، إذ كان السينمائيين بيعتمدون عليه في ترجمة وتمصير الروايات الفرنسية. ساعدوا في ذلك إجادته للغة الفرنسية وثقافته وحسن اطلاعه، إذ كان يمتلك مكتبة كبيرة زاخرة بكل روائع الأدب العالمي. فقام بتأليف فيلم نشيد الأمل بطولة كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. ومن الطريف أن دور مدرس اللغة الفرنسية اللي كان بيلعبه أدموند تويما في السينما كان بيلعبه أيضا في الحياة، فكنت تلاقيه بيتقبض كتبه ويذهب وهو عجوز مسن على مشارف 80 من عمره متوجها إلى التلاميذ لإعطائهم دروس في مادة اللغة الفرنسية. شارك أدموند تويما في أكثر من 100 فيلم سينمائي، منها على سبيل المثال فيلم الوردة البيضاء، سلامة في خير، الأيدي الناعمة، دنانير، فاطمة، بلبل أفندي، شاطئ الغرام، نادية، العتبة الخضراء، حكاية حب، دعاء الكروان، شارع الحب، الإخوة الأعداء والمذنبون. ودي كانت آخر مشاركة له في السينما، حيث رحل عن عالمنا في أغسطس من عام 1975. وإلى اللقاء مع رائد جديد من رواد المسرح المصري. لا تنسوا المشاهدة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم.